وليس الوحيد، لأنه المجلس الكردي يضم 10 أحزاب كردية بالإضافة إلى 8 منظمات من الحراك الشبابي، بالإضافة إلى 156 شخصية مستقلة من جميع المدن والقرى التي يوجد فيها التواجد كردي وكافة الطبقات والفئات. طيب معلش أنا راح أجاوب. أخي الكريم، يعني باختصار، هل تقبلون أن يحصل الأخ الكردي على حقوقه أسوة بالسوري كاملة، ولا يكون له امتياز خاص؟ يعني أنا كلام الأستاذ يوحي بأنه لازم الدستور، يعني هو أنا بالإضافة إلى التناقضين اللي أتكلم عنهم تناقض آخر، أن هذا يتعارض مع الديمقراطية. لا، هو اللي يتعارض مع الديمقراطية أن تفرض رأيك على الأغلبية. إذا نحكي بالديمقراطية معناها في رأي أغلبي وفي أقلية، لكن نحن سنتجاوز الأقلية والأكثرية. معلش، فحضرتك يعني بدل ما تطلع من المطب وقع في المطب ثاني. أنا ماشي الأستاذ وأنت كملت عليه. بالنسبة للأحفاد نحن حضرتك قلت نحن الآن في الحاضر. لا، نحن الآن في الحاضر ولازم نحكي للمستقبل. إذا نأسس المستقبل، إذا عندنا نظام الكوتا مثل ما حصل في العراق بالفرق ما هو ناجح، لذلك ترك تداعيات حتى الآن ما أخذه الإخوان الأكرم في العراق بنظام الكوتا والتجاوز فوق الدستور مو صحي وما لا يخطط للمستقبل، مو آمن للمستقبل. نحن سؤالي بكرر لنا فيه، تقبلون أسوة بالسوريين؟ وشكرا. سؤال واضح.